بقالنا كتير قوي ما شربناش شاي مع بعض. في الفيديو النهارده هقول لكم على 4 انواع من الشخصيات وجودهم في اصحابكم او في دايره معارفكم مهمه جدا. بس قبل ما ابدا هقول لكم ازيكم يا اجمد واصيع واكتر ناس عندها معارف حلوه وبتختار صح في حياتها. هنبدا باول شخصيه، وعايز اقول لكم على حاجه. انواع الشخصيات اللي بتكلم عليها في الفيديو النهارده، في موديل كده اسمه ديسك موديل، DISC موديل، بيتكلم على 4 انماط من الشخصيات. هو الهدف بتاعه مش زي الهدف بتاع الفيديو. الهدف بتاع الموديل ده في اوقات انواع من الشخصيات دي لما بتوجه لها اسئله بشكل معين او بتتكلم معاها في مواضيع معينه ممكن ما يبقاش مرتاح او عايز ينجزك، حاسس ان انت مش معاه على نفس الخط. فالحاجات اللي هقولها النهارده دي هتكلمك على الاشخاص دول، اهميه وجودهم ايه، ولو حبيت ان انت تتكلم معاهم او تفكر معاهم او كده فهتعرف توجه لهم اسئله عامله ازاي. مش عشان تحكم عليهم تقول ده الشخصيه رقم 3، لا ده وحش جدا. لا مفيش كده. ال4 موجودين ومهمين، عشان كده عملت الفيديو، عشان كلنا باختلافنا باختلاف الحاجات اللي فيه. يعني حاجات معينه ممكن تبقى في ناس معينه تتشاف ان هي حاجه سلبيه، بس لا، هي مش سلبيه، هي مفيده. اول شخصيه طبعا هي بتتقال بالانجليزي دوميننت يعني المسيطر. بص، الراجل ده او البنت دي ما بيحبوش الحال المايل. عارف الجمله دي؟ بص بقول لك ايه، انا ما بحبش الحال المايل، انا كده بمعنى ايه؟ انا عايز عندي حقائق، عندي ارقام، عندي قرارات في الموقف دلوقتي، لازم اخد خطوه. هيجي حد يقول له والله بص انا بحلم، بقول لك ايه، اديني بالورقه والقلم ايه اللي عندك وايه اللي مش عندك وايه اللي محتاج تشتغل عليه عشان نعرف هنعمل ايه. شخص حازم بيحب يحط اهداف عشان يوصل لها. الجو الحالم اللي بيفكر في المستقبل بزياده ويفكر في الريسك، يلا ناخد، يلا نجازف، مش مشكله، ايه المشكله، هنخسر ايه؟ لا، ما بيفكرش كده. كل حاجه عنده بحساب. اوقات ممكن يميل للمثاليه شويه، بس مش دي دي حاجه مش وحشه. عشان كده انا بقول لك انه هو لو بيميل للمثاليه، هو كشخص انا مش هتكلم عليه هو، لان هو ممكن اوقات يتعب من ان هو بالشخصيه دي، او ممكن يكون مش بيتعب، مبسوط، ما عندوش مشكله. بس انا بتكلم عليك انت، لو الشخص ده موجود في حياتك هيفرق في ايه؟ بدل ما انت بتشوفه اللي هو انا بتكلم معاه بس انا مش عارف اخد يعني كل شويه يقول لي فين وفين وانت لازم تعمل وفين كده، فانا بسمعه او افكر معاه في الخطوات. انا عايز اعمل 1 2 3، قول لي رايك من وجهه نظرك. لو انا عايز اوصل من هنا لهنا اعمل ايه؟ ممكن على فكره انت بتجرب، مش شرط يكون كلامه صح 100%، ومش شرط انت تمشي على كلامه 100%، بس لما تيجي تتكلم معاه او محتاج تاخد خطوه ومحتاج حد يديلك كلمتين، انت عارف ان الشخص ده موجود. تاني نوع من الشخصيات الانفلونشال، المؤثر. الشخص ده بيحب يعمل علاقات جامد، بيحب يوسع دايره معارفه، بيتكلم مع ناس بسهوله، بيعبر عن مشاعره بسهوله، وبيحب يعبر عن مشاعره بسهوله. مش بيشوف ان التعبير عن المشاعر اصلا حاجه اللي هو انا مش هتكلم في المشاعر، ما ينفعش، عيب، هتعيط ازاي، امسك نفسك. مش الشخصيه دي. ممكن تبقى الشخصيه اللي فاتت، المسيطر. بس الشخص ده يحب يحتضن قوي، بيحب يربط الناس ببعضها، يعرف يفكر في احلام هتتحقق ازاي هنشوف، بس اللي هو ليه لا. طبعا انت ممكن تلاقي في شخص فيه الحاجتين طبعا تبقى ممتازه، او 3 حاجات تبقى ممتازه، بس يعني انا بقول لك كل واحد لوحده، لقيت الميكس يبقى مصلحه. الشخص ده طبعا ما عندوش مشكله في ان هو يبقى عليه اضواء. لو انت شخص مثلا بيتكسف في وسط الزحمه قوي، ما يحبش يتكلم مع الناس كتير، الشخص ده ممكن يسهل عليك حاجات، ممكن يعرفك بناس، ممكن يحطك مع حد تاني، كل واحد فيكم انتوا ما بتتكلموش او ما بتحبوش تتكلموا، فتعرفوا تعملوا شغل مع بعض. ممكن يخليك تكسر حته الكسوف اللي عندك. تالت نوع، الشخص اللي بيحب استابيليتي، ستادي، الثبات. بيحب الحاجات التقليديه، بيحب يسمع، بينصت، متفهم، عايز يساعد الناس. طب ايه الفرق بينه وبين الشخص الانفلونشال؟ الشخص الانفلونشال ده ممكن يكون عايز يجري، اللي هو بص انا هحطك في الحاجه وامشي، هتقعد انا عايز انجز مثلا. وارد، انا بقول امثله. مش عايزين نحكم زي ما بقول لك، احنا عايزين ايه؟ مش عايزين نحكم زي ما بقول لكم، احنا عايزين بس بناخد فكره. الشخص ده هو عايز يساعد الناس عشان يوصلوا للثبات، هو حياته فيها ثبات، فعايز الناس تبقى ثابته، استقرار، عنده استقرار، يحب الاستقرار قوي. الحياه اللي فيها ريسك يخاف منها، حاسس ان في تجربه جديده يخشها. طب ليه؟ انا امشي في السلم الوظيفي زي ما انا مش عايز قلق، عايز اضمن ان ده تمام وده تمام وده تمام وانا كده كويس. السلام النفسي بالنسبه له اهم شيء.
لو حاجه هتهز السلام النفسي حتى لو فيها نجاحه ممكن يفكر 100 مره قبل ما يعمل كده. لو انت شخص طول الوقت قاعد بتجري وطول الوقت عندك ضغط، الشخص ده هتروح له عشان يخليك تحس ان الدنيا تمام. يقول لك انت قلقان من ايه؟ طب ما انت عندك الحته دي الثابته اهي، فيخليك تحس ان انت مش واقع قوي، يطمنك. عايز تنزل معاه تقعد القعده بدل ما كل الناس قاعده بتخرج وبتسافر وبتعمل، انا تعبت من الحاجات دي، انا عايز اهدى شويه، تعالى يا عم نقعد مع بعض على القهوه ونشرب حاجه على هادي، الحاجات البسيطه. اخر واحد، والراجل ده او البنت دي مظلومين قوي، دايما بيحذر لان هو شخص حذر جدا. عارف المحاسب، عمرك اشتغلت مع محاسب بيفضل يراجع كمية حاجة، فاهم، ب5 جنيه بيراجعها. لازم اي حاجة بيحط ايده فيها يفضل يركز ويعيد في الحاجات 100 مرة عشان كل حاجة تطلع دقيقة 100%. لو هيحط اي خطة يفضل يحسوك فيها يحسوك فيها يحسوك فيها عشان ما ينفعش تطلع غلط، لانه حذر. انت متخيل لو واحد دوميننت وكوشس، يعني مسيطر وحذر، هيبقى عامل ازاي؟ بيتوقعوا دايما من نفسهم كتير. لما تيجي تتكلم معاه في حاجة، هو انت بتبقى بتتكلم معاه وهو بيعمل اكسل شيت، بيدخل حاجات على اكسل، بيعمل لستة كده بكل اللي انت بتقوله ده. 1+1=2، ده دخل في ده، انت كنت هنا وكنت هنا. لا، بقولك ايه، خلي بالك. هتلاقيه بيقولك خلي بالك. عامة انت هتبقى فاكر ان هو وحش، بس هو مش وحش، هو حذر. فلو انت عايز تاخد ريسك وقررت تاخد المخاطرة اللي انت عايز تعملها في اي حاجة، تروح له عشان تسمع منه ايه الحاجات اللي تحذر منها، لكن ما تقولش عليه لا يا عم ده هيقفلني. الفيديو بتاع النهاردة هدفه الاساسي ان هو يخلي كل واحد فيكو، وانا اولكو، ما نصنفش الناس بشكل يخلينا ما نستفدش منهم وما نتعلمش منهم، لان اي حد بنقعد معاه بناخد منه حاجة. انا في ناس اشتغلت معاها بقعد اقول يخرب بيت القرف بيني وبين نفسي، بس لما ببقى في مود مش حلو، بس اللي هو لما الدنيا بتعدي او قبل ما الموضوع يبدا بقول له بص، هي حاجه تقرف بس انا اكيد هتعلم. بس كده، شكرا قوي ان انتوا اتفرجتوا لحد دلوقتي. اتمنى الفيديو يكون حلو ليكوا، وان شاء الله تعرفوا تستوعبوا كل حد حواليكوا، تحسوش ان انتوا اي حد بتخشوا معاه ان انت لابسه، فاهم؟ لان كل واحد ممكن تطلع منه بحاجه. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.